هستخدم التوت وهستخدم بس هلو يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. بقالي كده كام يوم ما نزلتش فيديو، بس مش مشكله. المهم هنجرب اللبن الجديد بتاع باريستا. اتمنى انه يطلع طعمه حلو. اوكي، ومستنيه الكوكيز تطلع من الفرن عشان اكلها مع القهوه. اوكي، بصراحه كنت بستخدم اللبن اللي هو مزارعدينا زمال كمان. بصوا، الفكره بس بالنسبه لي في الفتره دي هي في كميه المواد الحافظه اللي بقت موجوده في اللبن والزبادي والجبن ايا كان يعني. فبحاول اقلل شويه من المواد الحافظه اللي حواليا، بس اول ما سمعت ان في حاجه يعني للقهوه اكيد مش هضيعها، عشان انتوا عارفين انا بحب القهوه قوي. فهجربها واقول لكم هل هتبقى مثلا فوم اكتر. انا مش عارفه ايه فكرتها، بس هنشوف. بصوا على الطعم، حلوين قوي قوي قوي. اوكي سخنه، بس انا هحاول امسك لكم واحده كده. سخنه، بصوا من جوه طريه جدا، طريه قوي كمان، وتحفه تحفه. بصوا القهوه طلعت يم خطيره خطيره يا جماعه، تحفه. اولا القوام بتاعها مظبوط جدا، تقيل كانكم حاطين عليها عارفين ممكن كريمه حلويات، لان انا اوقات كنت بعمل كده عشان تتقل القوام وتدي كده طعم حلو اكتر، طعم يعني بيدي طعم ريتش اكتر يعني. ماشي، فتحفه تحفه تحفه، هاتوها على ضمانتي يعني. والكوكيز انا يعني بصوا انا اصلا شفت قد ايه بس وانا بجرب. ومعاها بقى الكوكيز بتاعتي حوار بجد، عايزه انزل لكم الطريقه. هروح بقى كده اشغل لي حاجه حلوه اتفرج عليها واشرب الكوفي بتاعتي، ونشوف هنعمل ايه النهارده في يومنا. امبارح ما كتبتش التو دو ليست فبس الفطار، وهقعد اكتب التو دو ليست عشان اعرف كده النهارده اليوم ان شاء الله ماشي ازاي. وكالعادة أكيد هيبقى فيه جزء voice over. بصوا، بحب من وقت للتاني ان انا اغير نظامي، اوكي، للافضل اكيد. فالفترة دي بحاول ان اخلي الفطار يكون على 3 اجزاء، يعني ما اخدش المعدة من اول الصبح، فاهمين؟ فالموضوع ده حلو قوي يعني، جربوها هيعجبكم جدا جدا. دلوقتي انا هعمل سناك. اوكي، السناك ده يا جماعه انا بعتمده في الصيف اكتر من اي موسم تاني، بس طبعا يعني عايزه اقول لكم على فايدته في رمضان رهيبه. يعني كان بعد السحور لازم اعمل الجار ده. اولا بيخليني ما اعطش المده كبيره، ثانيا بيخليني ما اجوعش برضو المده كبيره، ده غير طبعا فوائده. اوكي، ايه هو بقى الجار بقى اللي بيخليني منعنشه كده في الصيف، وبحس ان انا اكلت حاجه مشبعه وما بقاش رايحه جايه على التلاجة؟ بذور الشيا يا جماعه. بذور الشيا لما بتدخل مع لبن، مع زبادي، مع فاكهه، مكسرات، يعني عايزه اقول لكم ليه يعني بوصفات كتير جدا جدا جدا. تمام، بسببه بجد انا بقيت بحب الفاكهه. يعني لو في حد مش بياكل فاكهه كتير، وفي حد بيبقى على طول عايز سناك مثلا نوت هيلثي، يعني مثلا عايز حاجات فيها سكريات كتير مش عارفه ايه، وما بيتطرقش خالص ليه ان هو يروح ياكل الفاكهه، لا، الجار ده بيخليكم تحبوا الفاكهه لو انتوا مش بتحبوها. اوكي، دي رقم 1. رقم 2، اعملوا بس سيرش كده عن فوائد بذور الشاي يا جماعه، حاجه كده سحر. ان انتوا ما تستخدموهاش على طول، ان انتوا تكونوا دي حطاها من بالليل تمام في لبن. يعني بصوا القوام، استنى اجيب لكم معلقه. بصوا القوام يا جماعه، بصوا القوام، بص القوام بقى جيلاتيني كده اهو، حلو. حطاه من بالليل. طيب ايه اقل مده ممكن نستخدمها؟
دي نص كوبايه مبدئيا لبن على 4 معالق صغيره من بذور الشيا. هتسيبوها ليله كامله تستخدموها، واقل مده 4 ساعات. بعد كده يعني تاكلوها بقى، تحطوها في ميه وتشربوها. يعني في وصفات كتير ليها، الفتره الجايه هنعملها مع بعض. المهم هستخدم التوت، وهستخدم زبده الفول السوداني. هنزل بمعلقتين او هخليها طبقات، ايه رايكم؟ ممكن اخليها طبقات، هتبقى لذيذه جدا جدا جدا. ماشي، ادي كده اول طبقه. احط فيها كده شويه، واحط فيها علبه الزبادي. نقفل كده بس، اروح اضربه في الخلاط وكده. بس المهم حطيت توت بس عادي، بس كده خلاص. هروح اكله واشغل لي حاجه كده حلوه اتفرج عليها. ويلا بينا فويس اوفر تاني في نفس الفيديو. دخلت المطبخ اعمل الغدا، كان يعني غدا بسيط الحمد لله، سريع. زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت ان انا بحاول ادخل الطبيخ يعني كتير في الاسبوع، عشان الخضار اهم من اللحمه، اهم من النشويات، اهم من اي حاجه. بس شايفين طشه الباميه يا جماعه؟ اللي ما جربش الباميه بالطشه زيها زي الملوخيه فايته كتير. لو عايزين انزل بقى معاكم طريقه الباميه والرز المفلفل قولوا لي كده في الكومنتس، وانا انزل لكم شويه وصفات حقيقي. التريكات اللي لو انتوا عملتوها والله هتنجح معاكم من اول مره، كانكم خبره من سنين، يعني زي اهالينا زمان، خصوصا يعني في موضوع الطبيخ بالاخص، مش الاكلات الجديده. المهم يا جماعه، طبعا الاناناس ده انا بعمله للجار، بقطعه قطع صغننه قوي عشان اعرف احطه في الجار على طول ويسهل عليا. وهكلمكم الفتره الجايه عن ان احنا نبقى مجهزين كده كذا بوكس للفطار، للغدا، للعشاء، وهكذا، يعني للسناكات الهيلثي، مش هنسبق الاحداث. المهم كنت بعمل بقى معاكم لانشون وصوص ريحان خطير، تدخلوه في كل السندوتشات، فطار غدا عشاء، رهيب يا جماعه. وكمان كنت بعمل ايه تاني معاكم، او صورت كمان فيديو مخبوزات. بصوا يا جماعه، كل الوصفات بنزلها على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس عشان تتابعوا الوصفات. اما هنا فلا، هنا روتينات، هنا رغي، هنا نبقى اصحاب كده مع بعض، فاهمين؟ بس يا جماعه والله الطرق بسيطه جدا وسهله، يبقى عندك شويه حاجات تحطيها على اي اكله، على اي سندوتش في الفطار، كل هيسألك ايه ده، يعني لان فعلا بيغير طعم الاكل 180 درجة. وهقول لكم كمان ازاي تعملوا اللانشون مدخن، يعني بصوا اكلة بصياعة كده يعني. بس يا جماعة وخلاص كده روتيني خلص، ويومي الحمد لله خلص بسلام. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش يا جماعة تعملوا لي فولو عشان تشوفوا اي فيديو جديد هنزله، ولايك وكومنت بقى، يعني عجبكم الفيديو، عجبكم الوصفات، عايزين نعمل ايه الفترة الجاية. وروتين لحد هنا هيخلص، واشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.